مرحبا بكم أحبائي متابعي قناة هلا مدريد. نتمنى أن تكونوا بخير وسعادة. نود أن نوجه لكم أطيب التحيات ونشكر لكم متابعتكم الدائمة لقناتنا. نسعى جاهدين لتقديم محتوى متميز ينال إعجابكم. نود أن ننوه إلى أن قناتنا ليست مفعلة حاليا للربح، ونعتمد على دعمكم من خلال الإعجابات والمشاركة. كل إعجاب منكم يعني لنا الكثير ويشجعنا على الاستمرار في تقديم أفضل ما لدينا. كما أننا أنشأنا صفحة على تويتر وفيسبوك ونأمل منكم متابعتنا هناك أيضا. شكرا لكم مرة أخرى على دعمكم. والآن هيا بنا على بركة الله. قلق كبير في ريال مدريد. فينيسيوس يغادر ملعب الاتحاد على نقالة بعد إصابة قوية. كابوس يخيم على ريال مدريد قبل الكلاسيكو. أصيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مواجهة مانشستر سيتي وخرج من الملعب وهو يشتكي من إصابة عضلية. قلق كبير يسيطر على جماهير الميرينغي خاصة مع اقتراب موعد الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة الأحد المقبل. ريال مدريد يعاني من كارثة بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. عاش عشاق ريال مدريد لحظات دراماتيكية حيث نجح الفريق في التأهل لنصف النهائي دوري الأبطال بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات ترجيحية، لكن فرحة النصر لم تكتمل حيث تلقى ظهير ريال مدريد داني كارفاخال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على لاعب مانشستر سيتي جاك غريليتش. وبهذه البطاقة سيغيب كارفاخال عن ذهاب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، وهو ما يشكل ضربة قوية لريال مدريد حيث يعد كارفاخال أحد أهم عناصر خط الدفاع. يواجه الآن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهمة صعبة في تعويض غياب كارفاخال، خاصة في مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ أحد أقوى الفرق في أوروبا. ساحر برازيلي. الريال ينافس برشلونة واليونايتد على ضم الفتى الذهبي. كشف تقرير صحفي عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع صفقة مدوية خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوفه، ويسعى الريال لضم المواهب الواعدة في الملاعب البرازيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لصحيفة مترو البريطانية فإن ريال مدريد يزاحم اليونايتد وبرشلونة على ضم غوستافو نونيز جناح غريمو البرازيلي. ريال مدريد يضع أعينه على جوهرة تركية في الميركاتو الصيفي. كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ريال مدريد بالحارس الشاب أونورا ليب تشيفيكان لاعب طرابزون سبور التركي. يتابع كشافة النادي الملكي تطور تشيفيكان منذ فترة، خاصة بعد تألقه مع منتخب تركيا تحت 18 عاما حيث قدم أداء مميزا في آخر لقاء ضد إسبانيا. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو لضم تشيفيكان لتعزيز صفوف فريق الكاسيا، بيد أن النادي التركي لم يرد حتى الآن على هذا العرض. ويعد تشيفيكان من أبرز المواهب الشابة في مركز حراسة المرمى في تركيا، حيث يتميز ببراعته في التصدي للكرات وسرعة ردة فعله، بالإضافة إلى طول قامته الذي يمنحه ميزة كبيرة في الكرات العالية. فهل ينجح ريال مدريد في ضم تشيفيكان إلى صفوفه هذا الصيف أم ستواجه صفقة انتقاله صعوبات؟ هل يعتزل توني كروس؟ نجم ريال مدريد يثير الغموض حول مستقبله. أثار نجم ريال مدريد توني كروس المزيد من التساؤلات حول مستقبله مع النادي الملكي خلال الموسم المقبل. ينتهي عقد كروس الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن النجم الألماني حتى الآن عن قراره النهائي، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الرحيل عن النادي أو حتى اعتزال كرة القدم. وعندما سئل كروس عن مستقبله بعد الإطاحة بمانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أجاب: لا أعرف بعد، وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية. وأوضحت الصحيفة أن كروس البالغ من العمر 34 عاما تلقى عروضا من عدة فرق، من بينها عرض جذاب من الدوري الأمريكي. سيواجه ريال مدريد منافسه بايرن ميونخ في الدور النصف النهائي بعد تأهل الفريق البافاري على حساب أرسنال. هل سيقرر كروس البقاء مع ريال مدريد للمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات، أم سيغادر لخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي؟ بعد عبور مانشستر سيتي، أنشيلوتي يفاجئ لاعبي ريال مدريد بقرار غير متوقع.
بعد الإنجاز الأوروبي الرائع يقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منح لاعبي ريال مدريد إجازة قصيرة كمكافأة لهم على جهودهم المبذولة وتأهلهم. وتأتي هذه الإجازة قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في الليغا، والتي تعد هامة للغاية في مسيرة ريال مدريد للمنافسة على لقب الدوري. ويعول أنشيلوتي على تحقيق الفوز في هذه المباراة لزيادة الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 11 نقطة، مما قد يحسم لقب الدوري لصالح الملكية. ويظهر هذا القرار من أنشيلوتي ذكائه الكبير في التعامل مع لاعبيه وتحفيزهم، حيث يدرك أن عليهم بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة لحسم جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم. هاري كين يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أعرب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطي أرسنال في ربع النهائي. وأكد كين على صعوبة مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي، مشيرا إلى تاريخ الملكي العريق في البطولة. ومع ذلك شدد كين على استعداد بايرن لمواجهة ريال مدريد، مؤكدا على رغبة الفريق في الاستمتاع بالمواجهة. يمثل دوري أبطال أوروبا فرصة أخيرة لبايرن ميونخ لإنقاذ موسمه بعد خسارة لقب الدوري لصالح بايرن ليفركوزن وتوديع كأس ألمانيا مبكرا. مانشستر سيتي ينهار أمام سحر رودريغو. تألق رودريغو نجم ريال مدريد وقاد فريقه لتحقيق انتصار مثير على مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سجل رودريغو هدفين مذهلين ليصبح الثاني أكثر لاعبا هز شباك مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا في دوري الأبطال، متساويا مع كريم بنزيما وخلف ليونيل ميسي فقط. بهذا الانتصار تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مستمرا في رحلة الدفاع عن لقبه. لم يقدم مانشستر سيتي الأداء المنتظر، وانهار أمام سحر رودريغو الذي أصبح نجما متألقا في دوري الأبطال. بيلينغهام يشعل حماس جماهير ريال مدريد بعد التأهل لنصف النهائي. إنها العقلية يا سادة، حيث قال في تصريحات حصرية لشبكة TNT: نشعر براحة كبيرة الآن بعد كل ما بذلناه في المباراة. واجهت مانشستر سيتي من قبل ونجحوا في خطف الفوز منا، ولقد شعرت بالإرهاق الشديد في نهاية تلك المواجهة. أضاف بيلينغهام: لقد كانت مباراة صعبة للغاية، حيث يتميز مانشستر سيتي بقدرته على التحكم بالكرة وتحريك اللاعبين باستمرار. معظم الفرق تنهار تحت ضغط السيتي، لكننا في ريال مدريد وقفنا صامدين وقدمنا أداء رائعا. وتابع بيلينغهام: لا يسعني إلا أن أعبر عن شعوري بالسعادة والفخر لارتداء قميص هذا النادي العريق. سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الانتصارات والليالي المميزة. وواصل نجم ريال مدريد حديثه قائلا: إن سر قوتنا يكمن في مدربنا كارلو أنشيلوتي، الذي يجيد منح اللاعبين الحرية والمساحة للتعبير عن إمكاناتهم، فهو يلهمنا بالهدوء والثقة ويساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا. واختتم بيلينغهام تصريحاته برسالة قوية للاعبين الشباب: إذا أردت اللعب لفريق مثل ريال مدريد يجب أن تدرك أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة وليس ضغطا. لقد حسمت العقلية القوية نتيجة مباراة اليوم، وأنا فخور بوجود أخي لأول مرة في مدرجات سانتياغو برنابيو يشاهدني بقميص ريال مدريد.